الكلمة للسيدة رجاء مسو، تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيد ممثل السلطة، السيدات والسادة عضوات وأعضاء المجلس الجماعي. اسمح لي السيد الرئيس، في البداية أود أن أنوه بالمجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها موظفات وموظفي المجلس لخدمة مصالح المواطنين وكذلك ضمان سيرورة هذا المرفق. السيد الرئيس، كنعرفوا أن دورة أكتوبر ماشي دورة عادية، وضعها المشرع كمحطة حاسمة في برنامج أو في أجندة برنامج الجماعة. وبما أننا كنناقشوا النقطة الأولى متعلقة بالميزانية، الميزانية مرتبطة بالمال العام، والمال العام كيوضعنا أمام مسؤولية كبيرة أمام المواطنين وأمام الله سبحانه وتعالى. لهذا السيد الرئيس اسمحوا لي أننا كنقراوها بواحد العناية، وكنوضعوا مجموعة من التساؤلات كذلك بواحد العناية، وكنبغيو فيها إجابات مباشرة بعناية مباشرة. السيد الرئيس، أنا نمشي معك للنقطة للصفحة 3، تنظيم الندوات والمناظرات والتداريب. كاينة مصاريف الاستقبال وكاينه مصاريف الايواء والاطعام. انا بالنسبه لي السيد الرئيس مصاريف الاستقبال كتعاود، لان مصاريف الايواء شنو هي؟ شنو هو الاستقبال؟ شنو هو الايواء؟ الا بغينا نمشيو للاستقبال نقدروا نفهموه في النقل، راه كاينه مصاريف النقل. دونك هذه ميزانيه بالنسبه لي كتعاود، ما فهمتش، لان حتى الاستقبال بلغه المغربي زعما التمر والحليب غندخلها في الاطعام. النقطه الثانيه رفعتوا منها بناء على شنو هو البرنامج. الا غنرفعوا منها عطونا البرنامج نتبناو معكم السيد الرئيس، ولكن هكذا غنرفعوا منها بدون برنامج الامر شويه صعيب. نمشيو للصفحه 4، نقل وتنقل الموظفين المتعاقدين. كنمشيو للنقطه المتعلقه بمصاريف التدريب. السيد الرئيس مصاريف التدريب ولات مضاعفه، وعندنا واحد البوابه واحده اخرى غادي نوصلوا ليها فيها حتى هي مصاريف التدريب. تدريب من ملي كنقولوا المنتخبين شحال ديال التداريب كنقولوا تخسروا ديال الفلوس. الاخوان كيقولوا بلي ما كان حتى شي تدريب هذه السنه، التدريب الوحيد اللي كان مع الجهه. اذا فين مشات المصاريف ديال 2024 مبرمجه هنايا؟ ما كاينش تدريب، والتدريب مكرر في مجموعه من هذا. وحتى الا بغينا نرفعوا منها شنو هو البرنامج، علاش بنينا باش نرفعوا من الميزانيه. الهبات والمعونات السيد الرئيس، كاينه مصاريف هبات ومعونات لصالح المحتاجين. شكون هما هاد المحتاجين؟ شنو هي المعايير ديال الانتقاء ديالهم؟ شكون اللي كيشرف على هذه العمليه ديال يعطي لهذا وما يعطيش لهذا؟ الامر فيه شويه ديال الاحراج. مواد غذائيه لاهداف انسانيه، شنو هما هذه المواد الغذائيه؟ شكون اللي كيعطي هذه المواد الغذائيه؟ لصالح من هذه المواد الغذائيه؟ حنا في الاغلبيه سيد الرئيس ما كنعرفوش لمن كتعطى وما كنعرفوش معيار التفاضل. غنمشيو السيد الرئيس لصفحه 9، ملاعب وقاعات ومركبات رياضيه. كاين لوازم شراء لوازم الرياضه. حنا كنتوصلوا بعشرات الطلبات من عند الناس في الواتساب ما كنعرفوهمش، كيطلبوا هذا مبلغ كبير باش كيتشراو اللوازم. الجمعيات ما كتاخذش على حد التساوي. شنو هو المعيار باش كيستافدوا هذه الجمعيات من هذه اللوازم الرياضيه؟ كيطلبوا تيشيرتات دي ميدايا، ما كنعرفوش شكون هي هذه الجمعيات، شنو هو المعايير اللي كتخضع عليها. الا كان ممكن السيد الرئيس شي معيار موضوعي نتبناوه جميع معاكم. السيد الرئيس سونارجيس، علاش 2 المليون ديال الدرهم؟ انا ما فهمتش 2 المليون ديال الدرهم وهي غتستخلص من عند المواطنين 3600 درهم. اسمح لي السيد الرئيس، انا بالنسبه لي هذا اعلان صريح بخوصصه المرافق العموميه. هذا ما يمكن الا نعتبره سياسه ليبراليه السيد الرئيس. اسمح لي، انا اليوم الظروف ديال المغاربه لا تسمح، والمواطن الاكاديري جزء من المغاربه. انتم كتعرفوا كاين تضخم، ارتفاع الاسعار، الناس كتعاني في اكادير مع القوت اليومي ديالها. اليوم كتعرفوا السيد الرئيس بلي معدل الفقر ارتفع من 1.2 ل 6.6. البطاله كاينه واكادير ماشي بمنأى عن هذا، وبالتالي هذه الخوصصه هذه راه كتضرب المواطن الاكاديري. وحنا على ما قرب والمناسبه شرط ايام قليله من عند واحد كيتزايد علينا وكيقول لنا الاشتراكيين باعوا مؤسسه هذا الوطن. السيد الرئيس، حنا ما كنبيعوش مؤسسه هذا الوطن، وحنا السيد الرئيس ما كنخوصوش ذلك وكنبيعوا مؤسسه هذا الوطن. ما غتكونش قاعه جميله كبيره بحال هواء الطلق، غتكون مجاني وغتدخلوا لها بشكل مجاني. وبالتالي السيد الرئيس السيده رجاء، شكرا على التساؤلات ديالكم والاسئله اللي جيتوا بها وعلى الاجوبه اللي جابوها اعضاء المكتب. انا فقط اذا سمحتوا لنا ندخل 2 ولا 3 نقاط. مع الاسف كنا غاديين مزيان، دخلت شويه السياسه في هذا الطوف الاخراني، ولكن الغالب الله. ولكن حنا ما نساوش راسنا، ما نساوش راسنا بانه الهم ديال المواطنين هنا في اكادير يعني هو نهتموا بهم ديريكتومون، نحلوا المشاكل ديالهم. انا بغيت زعما غير باش نوضح بعض الامور. اما المسائل السياسيه سمحوا لي، الليبراليه ولا السوسيال ديموقراط، كتعرفوا حنا ودي سوسيو ديموقراط، وفي 3 سنين درنا من اللي ما داش في 30 عام في هذا الشيء ديال المسائل الاجتماعيه. وهذه ماشي هي بلاصه السياسه، والسياسه نجوها مع لي سينيور في بلاصتها، وكنعرفوا ندابزوا معاهم وكيعرفوا يدابزوا معنا.
السيده رجاء. السيد الرئيس المحترم، انا بغيت ناكد لك على اننا حنا كنديروا السياسه وجينا من احزاب سياسيه ومن داخل انتخابات سياسيه. اليوم السيد الرئيس انا كنحمد الله ونشكر على نعمه الحزب ديالي اللي هو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، لانه كيعلمنا نكونوا سينيور فاش كنكونوا في صفوف الشبيبه الاتحاديه. حتى في الشبيبات التاريخيه السيد الرئيس كانت كتمارس السياسه على اعلى المستويات في الدول، واللي اعتبرتيه الان سينيور غادي نحتفظ به كموقف من رئيس مجلس جماعي، رئيس حكومه، امين عام لحزب التجمع الوطني للاحرار، لانه كيبين الفهم القاصر لمفهوم المشاركه السياسيه للشباب. فيما له علاقه بالاغلبيه السيد الرئيس، نحن مع الاغلبيه، ولكن السيد الرئيس راه اخلاقيات الاغلبيه تلزم الطرفين. اخلاقيات الاغلبيه كتلزمكم وكتلزمنا. اليوم انا ما يمكنش نكون كندافع على الاناره العموميه ما يزيد على 3 سنين السيد الرئيس، وقلتها لك في دار الضيافه، قلت لك عندي مشكل في الاناره العموميه، العاملات كيخرجوا في 6 الصباح ما كاينش الضوء، وقلتي لهم فكوا مع ما مشيت كنلقى والو، فين ما كان شي مارشي كيترصد لشي جهه، فين موقع